النقطة الثالثة انك تشترك في الصلاة، ما تبقاش قاعد سميع. لا، احنا مش جايين نسمع كورال ولا مسرح ولا تمثيلية بتتعرض، لا لا، احنا جايين نصلي. احنا جايين نصلي. لما اكون واقف عند الصليب هتكلم معاه ازاي؟ هقولها ازاي؟ صدقوني لما ندخل بتوبة باشتياق قلب، ادخل فعلا مشارك الصلاة، هلاقي نفسي وانا واقف بصلي بقول سوكتاتي جو بتطلع من قلبي، مش طالعة من لساني. انا امجده بقلبي وبحياتي وبفكري وبعقلي، مش مجرد بقول مع الكنيسة وبس، مش مجرد اهو ايام كبيرة ومقدسة ونيجي حلو بس يعني سامحوني، يعني نبقى صغيرين قوي لسه لو احنا بنيجي بس عشان خاطر يعني ايه، اهو بدل ما الواحد يقعد في البيت يجي يقعد في الكنيسة شوية. مستوى صغير قوي. مش ده اللي احنا بنتكلم فيه. احنا بنتكلم على ناس عاوزين الملكوت، على ناس ليهم اشتياقات قلب انهم يكونوا مع المسيح اكتر، ان حياتهم تتغير مع المسيح اكتر، ان يقدموا حياتهم للمسيح بشكل اكبر بكتير من اي حد تاني. حد عايز يقول له يا رب تعالى املك على كلي، انا عايز ابقى ملكك. فاللي عايز ده ما ينفعش يمشي بالحاجات بتاعت الناس الصغيرين، يعني ما تنفعش. فلما ادخل باشتياق قلب وادخل اشارك، الاقي نفسي النعمة تنسكب، والاقي اسبوع الالام يفرق معايا جدا. بالتالي بقى لما اجي اخرج من الكنيسة بقت مش هبقى سوري يعني ساذج ان انا اللي انا عمال اطلبه من ربنا واللي بجاهد فيه واللي قاعد بصلي فيه، اجي اخرج من الكنيسة اروح انشغل بامور العالم والدنيا والحياة وي 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 والاقي نفسي خسرت كل اللي خدته. ادور على انا خدته فين؟ مفيش. بالعكس، ده ممكن بقى الاقي الشيطان مجهز لي خناقة بره، اروح البيت الاقي العيال البيت مش عارف ايه، ضيعت كل اللي انا خدته. او اكون مش بعرف ارتب اولوياتي بقى. يعني عايز اعيش اسبوع الالام، اسبوع الالام ده ليه اولويات. يعني في حاجات المفروض ان هي مش وقتها خالص، اول لما كده يجي كده عقلي يقول لي عليها اقول له لا بعد العيد، ده مش وقته. انا دلوقتي الوقت للحاجات الضرورية جدا. في حاجات مهمة مش هتنفع تتأجل، يبقى دي ليها الأولوية بعد حضوري، بعد صلواتي، بعد قعدتي مع ربنا، بعد حضوري صلوات البسخ.